السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده مميز جدا وجميل جدا. هنعمل فيه الصينيه القمر الجميله اللي انتوا شايفينها دي، حاجه كده شيك وجميله تنفع معاكي في العزومات. هنشوف هنعملها ازاي النهارده، وهنعملها باكتر من صوص زي ما انتوا شايفين كده، وهنعمل الصوصات كلها معانا في الفيديو كمان. هنشوف الصينية دي بتتكون من ايه وكم طبقة، وهنشوف كمان الصوصات دي كلها هنعملها ازاي. كل ده هنشوفه في الفيديو مع بعض، بس ياريت نتابع الفيديو للنهاية ومنجريش الفيديو كده، لان الفيديو مهم جدا النهاردة، وفيه اكتر من وصفة هتفيدكم جدا. واحنا شغالين مع بعض كده هقولك على البدايل، لو انت حابة تعملي صينية صغيرة او تعمليها كبات صغيرة تعملي ايه. كل ده هنتكلم عنه في الفيديو مع بعض، بس ياريت نتابع الفيديو للنهاية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. ان شاء الله هتستفادوا منها. كمان بسيبلك المقادير بالكوباية وبالجرام في صندوق الوصف تحت الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل النهاردة مدلعة الفور سيزون، 4 صوصات كده مع بعض، حاجة كده من الاخر. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي مع بعض. اول حاجة هنحضرها معانا هي طبقة البسبوسة، علشان عايزينها تكون باردة كده، وهي اللي هتكون في قاع الصينية. انا حطيت معايا هنا حوالي كوباية الا معلقتين كده من السكر، يعني حوالي 180 جرام. ودي طريقة البسبوسة المكرملة اللي كنا عملناها على القناة من زمان خالص. عملنا السكر كده مع ربع كوباية من المية، حوالي 50 جرام. سيبناهم كده على نار متوسطة لحد ما السكر يتكرمل معانا. ودي ابسط طريقة للكراميل علشان ما يتحرقش معاكي وياخد معاكي لون بسرعة. سامحوني على الاضاءة في المقطع ده، لان النور كان فصل. احنا مش عايزين الكراميل ياخد اللون الكراميل الغامق او البني الغامق اللي احنا متعودين عليه، يدوب كده ياخد اول درجة من الكرملة اللي هو اللون الاصفر كده الفاتح شوية. وبعد كده نبدأ ننزل السمنة بتاعتنا، علشان مش عايزين البسبوسة بتاعتنا تكون غامقة، عايزينها تكون لونها ذهبي كده. انا ضفت حوالي كوباية الا ربع من السمنة، حوالي كده 170 جرام. وضفت كمان كوباية الا ربع من اللبن، حوالي 150 جرام. زي ما قلت لك هسيب لك كل المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. بضيفهم بالتدريج زي ما انتم شايفين كده، واحدة واحدة، يعني السمنة الاول وبقلب، وبعد كده بضيف اللبن. اهم حاجة في المرحلة دي بنهدي النار بقى وبنقلب كويس جدا، علشان السكر بيتكتل معانا كده. مع التقليب المستمر هتلاقيه فك معاكي. كمان هدي النار زي ما قلتلك، وتعملي الخطوة دي في كسرولة كده او حاجة عميقة، علشان اللبن ما يفرش معاكي ولا قدر الله يلسعك او اي حاجة. بعد ما خلاص السكر داب كويس جدا وتقلب معايا مع السمنة واللبن، خلاص برفعه من على النار بقى واسيبه يهدى شوية كده. ومعايا هنا نص كيلو من دقيق السمولينا او دقيق السميد اللي احنا بنعمل منه البسبوسة. حطيت معاه ظرف من الفانيليا، وبعد كده بنزل الخليط بتاع الكراميل اللي احنا عملناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين لونه عامل ازاي؟ هو ده اللون المطلوب اللي انا عايزاه. بقلبه كويس جدا كده مع الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقلب بالمعلقة، مش بقلب بايدي ولا بعجن ولا اي حاجة، يدوب بس تقليب كده لحد ما الدقيق يتشرب كل الخليط، وكده خلاص جاهز معايا. ودي طريقة البسبوسة المكرملة، احسن بسبوسة ممكن تعمليها. وتعمليها في صينية كده مقاس 30 مدورة ولا حاجة، هتطلع سمكها معقول جدا. لكن هنا عشان انا عايزة اعمل طبقات وعايزة الطبقة تكون رفيعة، فحطيت المقدار اللي معايا ده في صينية مقاس 30 في 40 مستطيلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب لو انت عايزة تعملي صينية مدورة، هتعملي ربع كيلو من دقيق السميد على الصينية مقاس 30، علشان الطبقة تكون خفيفة. مش عايزين طبقات سميكة، لان احنا لسه هنعمل طبقة كريمة وطبقة كنافة. انا حطيتها بقى في الصاج بتاعي كده مسحة من السمنة، وبساوي طبقة البسبوسة بتاعتي كويس جدا كده، علشان مش عايزة جنب يكون عالي وجنب مش عالي. بنحاول نسويها كده بالراحة بالمعلقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا في الوقت ده انا بكون مشغله الفرن، بحطها على الشبكه على الرف اللي في النص. النار شغاله من تحت بس على نار متوسطه مايله للعاليه شويه، وبسيبها في النار حوالي كده من نص ساعه ل 25 دقيقه، طبعا لان الطبقه رقيقه جدا. في الوقت ده هنحضر شربات البسبوسه، وبيكون شربات خفيف، اللي هو كوبايتين سكر عليه كوبايتين ميه ونص ليمونه وظرف من الفانيليا. بنرفعه على نار عاليه لحد ما يبدا يغلي معانا. بنعصر عليه نص الليمونة ونهدي النار، نسيبه 10 دقايق يغلي معانا كده، وخلاص كده جاهز معايا. البسبوسة بتطلع من الفرن سخنة والشربات سخن. بس ايه الشربات بالشكل الجميل ده على كل مكان كده في الصينية، علشان كله ياخد شربات زي بعضه. اتبقى معايا كده من مقدار الشربات ده حوالي ربع الكمية اللي كانت معايا.
هنسيبها كده على جنب، مش عايزين نسكر البسبوسة قوي عشان طبعا الطبقات اللي احنا لسه هنعملها. شايفين البسبوسة عاملة معايا ازاي؟ ما شاء الله جميلة جدا. اخدت اللون كمان اللي من فوق ده. وقت التسوية انا ما شغلتش الشواية ولا اي حاجة. احلى بسبوسة ممكن تعمليها، طرية جدا وجميلة جدا. هنركنها بقى على جنب وتعالوا نعمل طبقة الكريمة بتاعتنا. انا معايا هنا كوبايتين من الكريم شانتيه الخام اللي بدون سكر، حوالي كده ربع كيلو من الكريم شانتيه. ضفت معاهم معلقتين كبار مليانين من السكر البودرة ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة، وممكن تستغني عنها. بعد كده هجيب معايا كوباية من اللبن الساقع، وهنبدأ بقى نضرب الكريمة بتاعتنا كويس جدا. ضفت كمان كوباية وربع من المية الساقعة، يعني المقدار اخد معايا كوباية من اللبن وكوباية وربع من المية، على حسب المتوفر عندك استخدميه. بنضرب كويس جدا بقى بالمضرب الكهربي كده لحد ما تتكون معايا الكريمة بالشكل ده، يعني حوالي كده 10 دقايق لحد ما تتكون معاكي الكريمة. بشيلها بقى في كيس حلواني كده عشان تسهل عليا الفرد على الطبقات. وتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. تعالوا نشوف بقى البسبوسة بتاعتنا دي تاني يوم، يعني انا عملت البسبوسة في يوم وتاني يوم كملت بقية الطبقات. شايفين قد ايه طرية لما انا اتكيت عليها بصباعي؟ طرية جدا وجميلة جدا. هبدأ بقى افرد طبقة خفيفة كده من الكريمة، مش عايزين نعمل طبقات سميكة قوي، يعني طبقة متوسطة كده من الكريمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا استخدمت الكيس الحلواني عشان يسهل عليا الفرد على طبقة البسبوسة بالشكل ده. طب لو انتي حابة تعملي بقى طبقة الكنافة هي اللي من تحت، هتكبسي الكنافة وهي نية وبعد كده تدخليها الفرن لحد ما تستوي معاكي في الصاج، وبعد كده تكملي بقية الطبقات. هتعملي طبقة كريمة وطبقة البسبوسة برضو في صينية تانية قدها وتقلبيها عليها. وده كنا عملناه السنة اللي فاتت مع بعض لما عملناه في صينية مدورة، عملنا صينية كنافة وصينية بسبوسة وطبقناهم على بعض بعد كده. لكن انا هنا حبيت اسهل عليكم الموضوع، عملت البسبوسة من تحت والكنافة حمرناها على البوتاجاز اللي كنا محضرينها مع بعض من ضمن تحضيرات رمضان، اللي قلتلكم لازم نعمل كمية كبيرة كده ونشيلها في الفريزر عشان بنستخدمها في حاجات كتير جدا، بنسهل علينا الدنيا. انا مرضتش اعملها معاكم هنا في الفيديو عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، بس هقول لكم عملنا ايه دلوقتي. المقدار اللي معايا ده نص كيلو من الكنافة، فرمتها كويس جدا في الكبة وحطيت عليها نص كوباية من السمنة البلدي وقلبتها كده على البوتاجاز من فوق مع التقليب المستمر لحد ما اخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. حابين تحطوها في الفرن حطوها، بس اهم حاجة تقلبوها كل شوية. بعد ما بتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده بديها حوالي كده كوباية الا ربع من الشربات وهي سخنة، والشربات بارد. الشربات تكون متوسط، اللي هو كوباية ونص من السكر عليه كوباية من المية ونص ليمونة وكيس من الفانيليا. بنرفعهم على النار لحد ما يغلي معانا ونهدي عليه 7 دقايق ويبقى كده جاهز معايا. بعد كده بنسيب الكنافة لما تبرد تماما وبنضيفها على طبقة الكريمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بضيف طبقة تكون خفيفة مش تقيلة قوي عشان مش عايزين طبقات كبيرة زي ما قلت لكم. بعد كده بسويها بظهر المعلقة زي ما شفتم معايا كده علشان الطبقة تكون متساوية وتمسك في طبقة الكريمة اللي تحت، وكمان لما احط طبقة كريمة فوق بالشكل ده تمسك فيها، لان طبعا الكنافة بتاعتنا مفرفرة محمرة يعني مش متماسكة زي ما احنا بنعملها في الفرن كده، او طبقة تكون متماسكة، فعايزينها تمسك مع بعضها. بنسويها كويس جدا زي ما شفتم كده معايا. بعد كده بحط تاني طبقة من الكريمة وبسويها بقى كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ اهم حاجة نساوي اخر طبقة دي علشان الصوصات بعد كده تكون كلها متساوية مع بعضها. سامحوني لو كنت بتكلم بسرعة شوية وكمان مسرعة بعض المقاطع، لاني مش عايزة اطول عليكم الفيديو، لان فعلا الفيديو دسم وطويل وفيه وصفات كتير على بعضها، فانا حابة المعلومة توصل لكم كويس جدا علشان لما تيجوا تجربوا الوصفة تنجح معاكم من اول مرة. شايفين انا هنا بساوي الصاج بقى كويس جدا، بحاول كده اعمل ابين الحواف بتاعه الصينيه علشان لما اجي احط طبقه الصوص الحواف بتاعه الصينيه كده تمسكها لي ما تقعش مني في الاخر. شايفين انا سويتها بالشكل ده. تعالوا بينا بقى نحضر الصوصات بتاعتنا، ودي اهم نقطه في الفيديو. اول حاجه هنحضرها هو صوص المانجا، وهنشوف هنعمله ازاي وباكتر من طريقه. انا معايا هنا كوبايه من بيوريه المانجا، يعني مانجا ضربتها في الخلاط او بالهاند بلندر من غير اي نقطه ميه، وطبعا من غير سكر. هنضيف السكر بتاعنا دلوقتي بعد ما صفينا المانجا كده، لان المانجا اللي معايا كانت زبديه فبيكون فيها زي شعيرات كده، واحنا مش عايزينها في الصوص بتاعنا، عايزينه يكون ناعم معانا كده.
هناخد بقى المانجا بتاعتنا دي نحط عليها معلقتين كبار من السكر او السكر حسب الحاجة. انا حسيت ان المانجا بتاعتي كانت حادقة كده شوية، ضفت كمان حوالي 3/4 معلقة كبيرة كده من السكر. هنا بقى معايا نص كوباية من المية المغلية، ضفت عليها معلقة كبيرة وربع من الجيلاتين، وهقولك تستخدمي بديله ايه دلوقتي لو مش متوفر عندك. بدوب الجيلاتين كده مع المية، طبعا انا عاملة نص كوباية عشان هقسمها على المانجا والفراولة، لكن انت لو هتعملي نوع واحد من الصوص هتعملي ربع كوباية من المية عليه معلقة كبيرة من الجيلاتين. انا هنا برضو ضربت الفراولة بنفس الحكاية وحطيت معاها معلقتين كبار من السكر. هنا انا كنت غليت المانجا على نار متوسطة حوالي كده 10 دقايق، وبعد كده بضيف نص مقدار الجيلاتين وارجعها تاني على النار حوالي كمان 10 دقايق. النار تكون متوسطة مع التقليب المستمر، هتلاقيها تقلت معاكي كده شوية، خلاص بترفعيها من على النار. نفس الحكاية عملتها مع الفراولة، بعد ما غليت كده حوالي 10 دقايق ضفت بقية مقدار الجيلاتين، سبتها تغلي كمان حوالي 10 دقايق، وكده الصوصات بقت جاهزة معايا وبركنها على جنب لحد ما تبرد تماما. تعالوا بقى نحضر صوص الكراميل. تعالوا اقول لكم بديل الجيلاتين ايه الاول قبل ما انسى. الكوباية من المانجا او كوباية الفراولة هتضيفي عليها نص باكو من جيلي الفراولة او جيلي المانجا، على حسب المتوفر عندك هيقوم بنفس الغرض. تعالوا بينا بقى نحضر صوص الكراميل. انا حطيت معايا كوباية من السكر على النار، الطاسة تكون ألمونيوم كده عشان يكون معايا واضح اللون اللي انا عايزاه، مع التقليب المستمر بالشكل ده على نار تكون متوسطة لحد ما يوصل للون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. السكر يكون داب تماما ما فيهوش اي حبيبات من السكر، وبعد كده بضيف معلقة كبيرة من الزبدة. بقلب الزبدة كويس جدا لحد ما تختلط كده مع السكر، وبعد كده هنضيف نص كوباية من المية. وده احسن صوص كراميل واقتصادي من غير لبن ولا كريمة ولا اي حاجة. احنا كنا عملنا صوص كراميل باللبن الفيديو اللي قبل اللي فات تقريبا او اللي فات، كان جميل جدا برضو، لكن هنا انا عملت صوص كراميل اقتصادي وشفاف جميل جدا. لو مش موجود عندك زبدة هتحط مكانها معلقة كبيرة من السمنة مع التقليب المستمر. انا هنا بعد ما ضفت نص كوبايه الميه بقلبها كده كويس جدا لحد ما الكتل بتاعه السكر دي تفك معايا. النار تكون هاديه علشان الميه ما تغليش معاكي بسرعه وتفور معاكي كده. اهم حاجه كتل السكر دي تدوب كويس جدا. ركزوا معايا بالله عليكم عشان ما تتوهوش مني. بعد كده بجيب نص كوبايه من الميه، بضيف عليها معلقتين صغيرين من النشا او معلقه كبيره من النشا، بدوبها كده كويس جدا في نص كوبايه الميه وبضيفها مع التقليب المستمر، واحنا شغالين على نار متوسطة زي ما احنا لحد ما يتقل معانا الصوص. طبعا هو مش بيتقل قوي، هو لسه سخن كده، بيتقل قوي لما يبرد معانا تماما. فهوريكم السمك بتاعه دلوقتي. عايزه اقول لكم نقطة مهمة كمان، طبقة الصوصات دي ممكن تحضريها قبلها بيوم قبلها بيومين عشان تكون بردت معاكي تماما، لما تيجي تقفلي الصينية تكون جاهزة معاكي تبداي تحطيها على طبقة الكريمة في الاخر على طول، مش تستني لما تعمليها وترجع تبرد تاني. فاهمين قصدي؟ فحضري طبقة الصوصات دي قبلها كده بيوم بيومين، مش بيحصل لها اي حاجة. او ممكن تعملي كمية كده وتشيليها في اكياس في الفريزر مش بيحصل لها اي حاجة. تعالوا بقى نقفل الصينية بتاعتنا. انا طبعا الكريمة كانت خلصت معايا، فضربت كده حوالي نص كوباية من الكريمة كمان علشان نقفل الصينية بالشكل ده. انا حبيت كده اعمل حواجز ما بين الصوصات علشان الصوصات ما تدخلش كده على بعضها. شايفين الكراميل بعد ما برد؟ شايفين لونه عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا. القوام بتاعه ناعم وشفاف، وكمان الكرملة بتاعه السكر ما سبناهوش بقى لما غمق خالص وبقى لونه غامق او هو ممرر، لا هو كده اللون المظبوط. شايفين؟ ما شاء الله. بساوي بقى الطبق كده بالراحة خالص علشان ما نحركش طبقة الكريمة اللي تحت، وزي ما قلت لكم طبقة الصوص تكون باردة تماما. طبعا انت ممكن تعملي نوع واحد بس من الصوص، يعني هي المدلعة عندنا في طنطا اساسها الكراميل، يعني هي بتبقى متغطية من فوق كراميل، بس انا حبيت كده ادلعهم واعمل لهم صوص كده مختلف او صوصات مختلفة. فعملت طبقة من الفراولة وطبقة من المانجا وطبقة من الشوكولاتة، هوريكم برضو الشوكولاتة عملتها ازاي. حبيتش بقى اعقد الدنيا ونجيب شوكولاتة خام ونسيحها، هقول لكم دلوقتي انا عملت ايه. شايفين كمان الفراولة وشايفين لونها والقوام بتاعها، هي طبعا لسه هتتقل لما تدخل التلاجة. عايزه اقول لكم بعد ما قعدت في التلاجة كان القوام بتاعها ما شاء الله خطير، جميلة جدا. شايفين الجمال؟
طب لو انت عدد اسرتك صغير كده زي وعايزه تعمليها كبات صغيره، هقولك تعمليها ازاي. انا بصراحه كانت النيه كبات صغيره، وكنت محضره الكبات وكل حاجه، بس لما عملت البسبوسه في الصينيه والله استخسرت المنظر يعني مع التصوير بس مش اكتر. لكن انا بصراحه زي ما قلت لكم في فيديو الكنافه ان انا بحب اعمل الكبات الصغيره او الحاجات الميني، مش بحب الصواني على بعضها. فانا بس عشان التصوير معاكم، وعشان في ناس بتبقى عدد اسرتها كبير او عائلات او عاملين عزومات فبيحبوا يعملوا الصواني بالشكل ده، فانا طبعا لازم اعمل ده ولازم اعمل ده. بس انا من النوع اللي بفضل الكبات. انت هتعملي طبقة البسبوسة زي ما هي في الصينية وكل حاجة، وتجيبي الكب او الطبق اللي انت هتحطي فيه، هتقفلي فيه الطبقات على بعضها، وتقطعي طبقة البسبوسة على قدها، وتبداي ترصي بقى الطبقات زي ما احنا حطينا كده. تعالوا اوريكم الاول طبقة الشوكولاتة. دي شوكولاتة قابلة الدهن اللي هي ماكس تيلا. بصراحة انا محبتش اجيب شوكولاتة خام ونسيح بقى شوكولاتة ونعمل صوص شوكولاتة من الاول، عشان كفاية كده الموضوع وسع مننا. فانا كان متوفر عندي الشوكولاتة قابلة الدهن دي، حطيت معاها معلقتين كبار من الزيت، وحطيتها كده على بخار مية. حطيت الطبق كده على حمام مية لحد ما ساحت معايا كده شوية، قلبتها كويس جدا مع الزيت، وبعد كده بحطها لما تكون بردت بقى على طبقة الكريمة بالشكل ده، وهتديكي احلى صوص شوكولاته. طبعا الشوكولاته قابله الدهن طعمها حلو، فوفرنا بقى شويه مش هنجيب شوكولاته خام تاني. انا حطيت بقى على طبقه الشوكولاته شويه من المكسرات وشويه من الفستق بالشكل ده. تعالوا نشوف هنعمل ايه في الصوصات التانية. انا بقى معايا شويه من الكريم شانتيه، حطيت كده شويه في كيس، وفتحت الكيس فتحه صغيره جدا. طبعا الكريم شانتيه ده حطيت عليه معلقه صغيره كده من الميه او معلقتين صغيرين من الميه، علشان يخفف معايا الكريم شانتيه شويه، علشان اقدر اشكله على طبقه الكراميل او طبقه الفراوله بالشكل ده. لو هي سميكه معاكي مش هتديكي المنظر ده. انا هنا بصراحة حسيت ان طبقة الكراميل زي طبقة الفراولة، فحبيت اديها شكل مختلف شوية. عملت كمان خطوط من الشوكولاتة على طبقة الكراميل كمان، هتشوفوها معايا دلوقتي في اخر الفينش بتاع الصينية. انا ما عملتوش معاكم بس حسيتها كده زيها، فقلت اديها شكل مختلف، فعملت كمان جنب خطوط الكريمة دي خطوط من الشوكولاتة. هنا بقى حبيت ازين الصينية بتاعتي كده بشوية من الكنافة المحمرة. حطيت بقى كده على اطراف الصينية، وفصلت ما بين كل صوص والتاني بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الصينية بقى شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله، حاجة كده فاخر من الاخر، تشرفك في العزومات. طبعا طبعا طبقة المانجا مش محتاجة حاجة تاني بصراحة، يعني هي لوحدها كده كافية. لو انتي حابة تحطي بقى مكعبات من المانجا او مكعبات من الشوكولاتة هتحطيها مع الصوص وهو بيستوي على النار، دي بتكون جميلة جدا. شايفين بقى خطوط الشوكولاتة اللي انا قلت لكم عليها؟ حطيت خطوط من الشوكولاتة كده مع خطوط الكريمة، وزودت الكريمة شوية، بقت كده واضحة واحسن شوية. تعالوا بقى نقطع الصينية بتاعتنا القمر دي. طبعا بعد ما بنعمل كده بندخلها التلاجة، لازم طبعا بعد ما نخلص الصوصات ندخلها التلاجة اقل حاجة كده نص ساعة ساعة، لحد ما كل الطبقات تمسك مع بعضها. شايفين الطبقات عاملة ازاي؟ طبقة البسبوسة وطبقة الكريمة، طبقة الكنافة، حاجة كده من الاخر. مش عايزة اقولك دي بتتباع بره بقد ايه، القطعة قد كده بمبلغ وقدره. شايفين ما شاء الله، عملنا صوصات مختلفة واطعم مختلفة، حاجة كده من الاخر. شايفين طبقة البسبوسة عاملة ازاي؟ طرية جدا ولونها ممتاز ومرملة على الاخر. وشايفين كمان طبقة الصوص بتاعنا، الصوص تماسك وواخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين تناسق الطبقات، كل الطبقات قد بعضها. ما تحطيش في صينية تكون صغيرة عشان الطبقات ما تزيدش معاكي، او طبقة البسبوسة تكون عالية معاكي. زي ما قلتلك التزمي بالمقدار ده مع الصينية دي، ولو هتعملي صينية اصغر هتعملي نص المقدار. شايفين الجمال؟ شايفين البسبوسة عاملة ازاي؟ شايفين لونها؟ ما شاء الله خطيرة. انا بصراحة بحب الطريقة دي، بتحس ان هي سهلة شوية في ترتيب الطبقات، بدل ما نسوي الكنافة في صينية قد البسبوسة ونقلبهم تاني على بعض. لا، هي دي الطريقة الاحسن، وكانت هتبقى احسن واحسن لو كنا عملناها في اطباق صغننة كده، هتكون خطيرة. انا بحب كده كل واحد ياخد طبقه لوحده، بتكون جميلة جدا. بس يلا عشان خاطر عيونكم عملت لكم صينية كده على بعضها فور سيزون، حاجة كده فاخر من الاخر.
تعالوا بقى اقطع لكم كده قطعة من كل جنب شوية. هنبوظ شكل الصينية بس يلا مش مشكلة عشان خاطر عيونكم. شايفين الشوكولاتة ما شاء الله. تعالوا كمان اوريكم طبقة الفراولة، كانت جميلة جدا وطعمها خطير. شايفين ما شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم واتمنى ان انتوا تجربوه. سامحوني لو كان طويل عليكم، انا قصدت اوريكم كل حاجة بكل تفاصيلها. وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.